السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة شوفوا لنا حل مع الفار. يا فار، يا فار، تراك بتموت بكرة. الدنيا هذا كله ما في الله عملك. يا فار الهلالية، يا فار الهلالية، أرحم. أمس لعب الهلال، ما رجعت للكورة عشان تشوف الخطأ اللي حدثت الهدف الأول للهلال. اليوم مع النصر بعد ما تناولوا 5 لاعبين حتى رجعت الكورة للخصم، ثم أخذها اللاعب وسجل، ورجعت للفار وقلت خطأ، قد تكون في كتف اللاعب كمان، ما هي واضحة لأنه ما جبت من الإمام، جبت دائما تجيب من الخلف. يا خاين الفار، يا خاين الهلالي، تبغى تعثر النصر؟ ما دائما يتعثر النصر بسببك أنت. نسيت السنوات اللي مضى كيف فعلت مع النصر أيها الفار اللعين؟ انتبه أيها الفار، الفار الملعون. يا جماعة شوفوا حل مع الفار، يا أخي شوفوا حل مع الفار. والله الفار الهلالية مشكلة في الدوري السعودي، بس كل شيء بيحسب للهلال، الهلال وبس. ما يكفي إنك حسبت ضربة جزاء ما هي موجودة حتى ولا في الخيال ولا في الأحلام، ما هي موجودة، حسبتها يوم أمس. اليوم تلغي أهداف ببراعة لاعب بعدما راوغ لاعبينك يا دلخ، يا فار اللعين. يا جماعة شوفوا الحل مع الفار، ما يصير كده. الفار بيستهدف النصر على طول، الفار يبحث عن مشاكل النصر على طول. يا أخي أتفاهموا مع الفار يا أخي. يا أخي الناس جابوا التقنية من أجل العدل، من أجل أن لا أشياء اللي لم يشاهدها الحكام داخل أرض الملعب. ما جايبين علشان الهلال حققت بطولة 2023-24 بالفار، وكانت بطولة الدف وفضيحة. الحرامي دائما ما يعتبر نفسه حرامي عندما يسرق ويخلص ويقول شاطر، ما حد شافني، ما حد رآني، ما حد أنا كده يقول الحرامي. ولكن نهايتك تقع وحسابك عند الله أكبر. يوم لا ينفع مال ولا بنون، تحاسب أنت فيها وتحرقك بالنار. تعرف النار اللي بتحرقك؟ أقسم بالله العظيم ما تعرف مقدرتها أيها الفار، أيها الفار الهلالي. في الدوري السعودي أنت أم الخراب ومدمر كرة القدم السعودية. أيها الفار أنت ضد تطوير كرة القدم السعودية.